هذه قلوب حائرة ضائعة تائهة ضالة لا تعرف الراحة ولا السكون أبدا. والله القلوب دي ما بتطمن أبدا. أما المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله، ده لا إله إلا الله دي دواء، مرهم، علاج، شفاء، رحمة، سعادة، راحة، كلمة جميلة هي الملجأ والأمل والثقة التي يعيش عليها المؤمن. حين تقول لا إله إلا الله يطمئن قلبك. حين يطمئن قلبك بالإيمان يثبت ثبوت الجبال، مهما توالت الشبهات، مهما طعنوا في الدين، مهما شككوا في سنة النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، مهما انتكس الناس من حولك، أنت ثابت لن تهتز. يقول لك ما بتفرقش معايا، اللي يلتزم يلتزم واللي يضيع يضيع، اللي يقرب يقرب واللي يبعد يبعد. عارف ليه؟ عشان انت بقيت مع ربنا، عشان انت دلوقتي بقيت مع ربنا، غيرت الصحاب اللي كانوا معاك مع اصحاب يقربوك من ربنا، وغيرت المكان اللي كنت بتقعد فيه لمكان يقربك من ربنا. ليه تخاف؟ ليه تخاف؟ بل يظل قلبك مطمئن. عارف لما يطمئن قلبك بالذكر؟ ليه؟ لأن الذكر، بالذكر تكون مع الله. أقول لك اللي أحسن، بالذكر يكون ربنا اللي معاك، مش أنت يا عم اللي مع ربنا. أقول لك ليه؟ ربنا قال فاذكروني أذكركم، وقال بصوا الجمال، قال من ذكرني في نفسه. يعني أنا مش، يعني أنت قاعد قدامي وعمال تقول سبحان الله وأنا مش سامعك، أنت بتذكره في نفسك. قال من ذكرني في نفسه. ايه ده؟ ايه الموضوع الكبير ده؟ ربنا كده بيقول كده، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ياه، انتوا فاهمينها ولا مش جاي معاكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى انا اقعد اقول جوه مني كده وانا قاعد كده، ربنا يذكرني انا جوه نفسه. ليه؟ مين انا؟ ومين انت يا عم؟ وقال في الحديث، قال انا مع عبدي اذا ذكرني. في شرط برضه، اذا ايه؟ ذكرني. قال وتحركت بي شفتات، فان كان الله معك فمن عليك؟ من يقدر عليك ومعك القوة التي لا تهزم، من يقدر عليك ومعك الفئة التي لا تغلب والركن الشديد. الإنسان لو معاه محافظ ولا قريبه لواء ولا وزير يطمئن، فما بالك أن يكون معك الله؟ فما بالك أن يكون معك الذي إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. لما خاف بنو إسرائيل من فرعون ومن خلفهم والبحر أمامهم قالوا إنا لمدركون، موسى قال لهم إيه؟ ده القلب المطمئن ده، هو مش عارف إزاي بس هو مطمئن. قال لهم لا ما تخافوش. قال كلا إن معي ربي يسهدين. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام والصديق الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل منهم رآنا، قال له ما تخافش، ما تخافش. قال له ما بالك باثنين الثالث بتاعهم ربنا، خايف ليه؟ تخاف ليه؟ عشان كده بقول لك لو ذكرته هتبقى معاه وهيبقى معاك، ولو بقى معاك هقول لك نفس اللي قاله النبي، قال له ما بالك باثنين ثالثهم الله. قال له لا تحزن إن الله. اطمئن لو كنت ضعيفا فمعك القوي، اطمئن لو كنت فقيرا فمعك الغني. وإذا كان الله معك جبر كسرك وأغنى فقرك ورفع قدرك فبالذكر. طب اسمع لي، الذكر مزيل للقلق، مضاد للاكتئاب، مبيد للهموم. ايه ده بقى؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذكر للقلب كالماء للسمك. بص الراجل ده كده ربنا مديله مخ غير مخ البشر. قال الذكر للقلب كالماء للسمك. عايز يقول ايه ابن تيميه؟ تأمل كده المثال، بيقول ان السمك لو طلعته من الميه هيحصل ايه؟ يضطرب الاول، بعد كده يتخنق، بعد كده يموت، صح؟ وانت لو ما ذكرتش ربنا هتضطرب الاول، بعد كده تتخنق، وبعد كده تموت. النبي قال بقى ليه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
شفت جابها منين ابن تيمية؟ ايه اللي وصله بقى للسمكة؟ احنا عايزين نفهم. إن ذكر الله سبحانه وتعالى واحة ظليلة في صحراء محرقة، هي مظلة آمنة يحتمي تحتها في يوم حر محرق أو مطر مغرق أو رياح مهلكة.